صاحبتي توحمت لي على الكغاتان الشهير تاعي، هيا نديرو لها كيف سينو يخرج بلاصه كغاتان في ولدها وتحصل فيا. ما شفتو الاولى في كوكوطه، درت شويه تاع الدهان، البصل والصدر تاع الدجاج. انا موالف توجور نخلط فيه ما بين الكويس والصدر، بصح هي ما تبغيش الكويس. التوابل اللي درتهم غادي نخليهم لكم مكتوبين تحت لا فيديو. قالت لي ما ديريش القرفه، بصح درت لها في بلاصتها الكوري باسكو تبغيه بزاف. مرقت بكاس تاع ما برك، خليت هذاك الدجاج يطيب ورحت هنا جبت البابي اسويتو تاع ميغا بلوس ودرت فيه البطاطا اللي كنت قليتها تتقطر. هكا هذاك الزيت الزايد اللي كان فيها ينقص. الدجاج هنا كان طاب، قلعته وهذيك لاصوص صفيتها ورحت نوجد لاصوص بشاميل. غادي نديرو الدهان والفرينه نقلوهم غايه ومن بعد نبداو نزيدو في الحليب تدريجيا ونخلطو بالفول. لا بشاميل تاعنا نديروها ثقيله باسكو غادي نزيدو لها هذيك المرقه تاع الدجاج. وما نقدش نوصف لكم البنه اللي زادها هذاك الكوري اللي درتها في الدجاج لاصوص بشاميل. كانوا عندي هاد لي بواط تاع الالومنيوم تاع ميغا بلوس، قلت ندير لها فيهم باش ما نضلش نعطيها في البلا وتغسله وترده لي وكاع. هادو خير بخاتيك بزاف تاكل وتقيس، ما تغسل لا ماعين لا والو. يسحقوهم بزاف اصحاب مشاريع الطبخ. درت الاولى شويه تاع البشاميل ومن بعد زدت فوقها البطاطا وزدت فوقها هذاك البولي. الكراسان هذا توجور كي نديرها معاكم ما نديرش فيه كاع الفرماج، بصح هي تموت على لي فرماج، تما درت لها فيه شويه تاع الموتزا، غرقتها بهذيك لاصوص بشاميل بنينه ودخلته يتحمر في الفوغ. مور ما طابو تحمر شويه عاود زدت له شويه تاع الشيدر غابي من الفوق وعاود دخلته يتحمر. والنتيجه البنينه راها قدامكم. بلعت لها لي بواط تاعها باش يشد لها الكراتان حمان وتاكله حامي وباينه بلي زيت واحد ليا. الفايده والحصول انصحكم وبشده باه تسيوه بالطريقه هذه باسكو الطعشاجه بنين.